دايما بقول ان الناس الحلوه موجودين في كل مكان، فاحنا سافرنا النهارده مدينه الاسماعيليه علشان خاطر نتعرف مع بعض على الناس الحلوه اللي موجودين هناك. حكايات ابطال وناس بتعشق تراب البلد دي. الحكايه بدات لما كنت في الاسماعيليه وشفت تمثال الصمود، وكان مصنوع من اغرب ماده ممكن اشوفها، مصنوع من الشظايا اللي اتضربت على اهالي الاسماعيليه. وعرفت ان في تمثال كمان وهو تمثال النصر. أسعدني الحظ إن قابل الفنان جلال عبده هاشم اللي عمل التمثالين، ورحت عشان أعرف أكتر عنهم، لكنه خدني في رحلته بصور وحكايات عن أهالي الإسماعيلية ورحلتهم من المقاومة للنصر. احنا كنا عايشين في استقرار، ووضع كان طبيعي يعني لان كنا لسه خارجين من رحيل الانجليز كانوا قعدوا اياميها حوالي 72 سنة هنا في منطقة القنال وفي الإسماعيلية. وطبعا كانت أعمال المقاومة والفدائيين والحاجات دي تسببت في إن هم أسرعوا بالخروج. كان عندك كام سنة؟ كان عندي حوالي 11 سنة. مم. ف مع الأحداث بقى وعشنا، شفنا البطولات وشفنا الفدائيين. فأنا وأنا طفل صغير كنت يعني في المرحلة الإعدادية كنت بشوف الفدائيين هم حاملين السلاح وبيمشوا، فكنا بنجري ننط من على سور المدرسة عشان نجري ورا الفدائيين نلمس السلاح بتاعهم بس. مم. فده ادانا دفعة وطنية نحو البلد. ما كناش فاهمين حاجة قوي يعني، لكن مع الأحداث بينا نفهم. وبعدين جت بقى المرحلة بتاعت ال 67 دي، العدوان الإسرائيلي. أنا كنت بشتغل في قناة السويس، وكان يوم 4 يونيو خدونا نتدرب على السلاح في معسكر الجلاء. مم. يوم 5 يونيو لقينا الطيران الإسرائيلي فوق مننا، مم. فما كناش عارفين الوضع فاكتشفنا ان في عدوان فجائي. وطبعا حصل اللي حصل واصبنا بنكسه سميناها نكسه. طبعا قعدنا تحملنا 6 7 سنين عدوان دول وما تذمرناش. الشعب كان صامد، وكان ايد واحده مع الحكومه والمسؤولين والقوات المسلحه لغايه ما تكون نفسها وتعيد تسليحها والحاجات دي كلها. عشنا المراحل دي كلها، فكنا عاطين دفعه للقوات المسلحه كجبهه داخليه صلبه. ودي كانت اهم حاجه في الوطنيه المصريه، ان تدي دفعه لقواتك المسلحه. ما اعترفناش بالهزيمه، لكن اعترفنا بانها نكسه، على اساس ان المعركه لن تنتهي. يعني خسرنا معركه لكن الحرب ما انتهتش. كنتوا عايشين ازاي؟ يعني كنتوا عايشين اكيد ما كانش في حاجات كتير طبعا متوفرة. كان في حاجات كتير ناقصه، مم. والعدو ما كانش بيسيبنا. كان بيجي بالطيران يضرب محطه الميه، كل اسبوعين 3 يجي يضرب محطه الميه عشان يمنع الميه عننا، مم. لانه عارف ان القوات المسلحه اللي عجبها القطاع الاوسط هنا بياخد ميه من عندنا، من هنا من محطه اسماعيليه. فكان يجي بالطيران بالقنابل دي، يجي يضرب محطه الميه، تقوم الميه تتمنع، تقعد 3 4 ايام ما فيش ماء، ما نشربش. فكان الله يرحمه المهندس عثمان احمد عثمان يبعت فناطيس ميه، عربيات نقل فيها ميه للشرب فقط. مم. يعني لا نغسل هدوم ولا نستحمى ولا نعمل حاجه، نشرب ميه لغايه ما الميه تتصلح. العمال اللي كانوا فوق محطه الميه كانوا بينضربوا جوه المحطه، ينزلوا يستخبوا في المخابئ، واللي يطلع سليم يطلع يبدا في اعاده تصليح المحطه. 3 4 ايام المحطه تتصلح وتضخ ميه تاني، تضخ ميه للمواطنين وللجبهه. فده كان موقف يعني من المواقف يعني البطوليه المجهوله. يعني دي بطوله مجهوله للناس مدنيين، العمال اللي في قناه السويس. هم عملوا تهجير للبلد لان العدو كان بيضرب الاحياء المدنيه هنا في الاسماعيليه. فطبعا كنا بنخاف على اهالينا، الستات والاطفال والكبار السن والحاجات دي كلها. فالحكومه رحلتهم وفضل الشباب هنا كلنا كنا بنحمل السلاح، بتحمي المواقع بتاعتنا. احنا كان تخصصنا بنحمي ضفة قناة السويس، على اساس ان ما يحصلش عبور من الشرق للغرب عندنا هنا. ف وكنا بنقعد نضرب طلقات في الهواء بنسمع الاسرائيليين ان في جبهه داخليه مسلحه، لان هم كان عندهم خطه انهم يخشوا منطقه القناه. فلما كانوا بيسمعوا الطلقات بتاعتنا
كانت الرساله بتوصلهم ان في مقاومه ه- هتواجههم، وهم كانوا جبنة جدا يعني. ما كانش كان اعلاميا ان هم جيش عظيم وقوي وبتاع وكله، لكن داخلياتهم ومشاعرهم كانت تتصف بالجبن. فقعدنا كلنا قعدنا حمينا البلد على حدودها، وما كناش مجموعة بالليل ومجموعة بالنهار، لغاية ما ايه أمنا بلدنا لغاية الجيش ما رجع السعاد نفسه وتسلح تاني والكلام ده وتدريبات، ورجع حمى منطقة القناة. دي البداية. انا دي اول ما ذكريات. جيت حضرتك قلت لي اتفرجي الاول على اه الالبوم عشان تعرفي احنا كنا عايشين ازاي. بالظبط. ولقيت حضرتك كل صورة بتحكي حكاية. اه الالبوم ده مليان صور ومليان حكايات. بالظبط. الالبوم ده مين اللي صوره؟ اللي صوره مصور قدامي هنا مشهور اسمه مم. محمود بدوي، مم. ربنا يشفيه ويعافيه. هو كان حتى في ايام الانجليز مم. كان هو شاب صغير، لان هي مهنته. هو مم. عنده استوديو دلوقتي ودي مهنته، لكن انا خدت الصور دي طبعا. حضرتك بس كمان، وحضرتك يعني بتفر معايا في الالبوم، حضرتك عارف الناس تقريبا يكاد يكون واحد واحد اه تقريبا. تقريبا. اه فحضرتك اول صفحة في الالبوم حاططها لمين؟ دي معركة الشرطة، دي صور مم. معركة الشرطة برضو للذكرى بتاع معركة اسماعيلية 52، لما الإنجليز جم حصروا اسم البستان، مم. وكانوا عايزين جنودنا تستسلم وتطلع تسلم السلاح، ورفضنا، وحصل قتال بيننا وبينهم. كان قتال غير متكافئ، لأن جنودنا كانوا معاهم بنادق اللي انفيلد، اللي هي القنبلة اللي هي البندقية فيها 10 طلقات، قبل المدافع الدبابات المدمرة. يعني شوفي دي دبابة مم. قدام مدفع صغير. ده الفنان صلاح ذو الفقار. مم. ودي شهدائنا، شهداء الشرطة، ودي عربيات الإنجليز مكان. الصور دي موجودة في مكان تاني؟ يعني هل متاحة لحد تاني ولا هي بس؟ موجودة في متحف في مديرية الأمن، مم. في متحف جوه معروض الصور دي كلها. مم. ودي جنودنا هم فوق السطح بيضربوا، بيواجهوا، شوفي بندقية بتواجه دبابة، دباباتهم هي تكاد تكون الإنجليز. المعركة كاملة. اه دي معركة الشرطة، اه في معركة الشرطة متصورة متصور بتفاصيلها بالظبط بتفاصيلها. بالظبط. كان في هنا صورة حضرتك لشهيدة وريتها لي، هي الشهيدة ووالدها. حسنى، اه دي اه. الشهيدة حسنى، وده أبوها. الاتنين دول ماتوا بقنبلة واحدة، قذيفة واحدة في لحظة واحدة. مم. والطفل ده اسمه سيد، لا قنبلة ما انفجرتش، كانت مرمية جنب كوبري الجلاء، فهو مروح لقاها مرمية على الأرض جنب الكوبري، فخاف إنها تنفجر، قعد يزق فيها يرميها في الترعة عشان تكدب، فما قدرش. فلقى واحد بعجلة معدي، يا عم يا عم، قال له تعالى زق معايا القنبلة دي عشان إيه؟ نرميها في الترعة أحسن تنفجر تدمر الكوبري، والكوبري ده إحنا محتاجينه رابط الضفتين ببعض. ببعض. قال له يا عم أحسن تنفجر فينا. فالراجل مشي بتاع 50 متر، سمع صوت الانفجار، رجع لقى جثة الطفل ده. ودي كانت قعدتي في وسط المكان اللي أنا كنت عايش فيه. مم. حتى كان الشباب بيجوا بقى في الإسماعيلية يعملوا احتفالات أيام العدوان، الايام اللي ما فيش فيها وقفه اطلاق النار، نعمل حفله ونقعد ويرقصوا والسمسميه تغني وبتاع، بندي اناشيد وطنيه، الجيش بروح المعنويه بترتفع. دول ظباط، انا فاكر الظابط حمدي، ده كان الظابط حمدي ده. مم. دول ظباط اهو جايين قاعدين في وسط الحفله وبتاع، شايلين الرتب وقاعدين اكنهم عساكر عاديين. لا كانت ايام يعني مش هقول ايام حلوه. مم. حلوه ليه؟ عرفنا احنا ايه ومعادننا ايه واصولنا ايه. احنا شعب بتاع الشدائد، مم. ساعة الشدائد بننسى كل حاجة مقابل البلد. الوطن يبقى آمن، عنده جبهة داخلية صلبة، وعنده جيش قوي. أهم حاجة في الجيش إنه خلفه جبهة داخلية. الفترة دي ما كانتش تعدي، فلازم تخلد. انا كمصري وكعشت الاحداث دي كلها، طب انا عايز اخلد بطوله القوات المسلحه ووقفه الشعب المصري في الاثنين دول، الشعب والجيش. طب يتعمل لهم ايه؟ وغريب، شيء غريب
ما يكونش اتعمل في اي دوله في العالم. فكتبت مقال في جريده الجمهوريه، طالبت الفنانين التشكيليين كفكره انه يعملوا تمثال للصمود يمثل شباب وصمود منطقه القناه في مواجهه العدوان الاسرائيلي، والتمثال ده يتعمل من شظايا الانابل اللي انضربت بيها الاسماعيليه، وكل بيت هنا كان عنده مجموعه من الشظايا محتفظ بيها، اللي بيته انضرب بيجمع شظايا عينه. فلما كتبت المقاله دي وما كنتش في دماغي ان انا هعمله، لقيت الناس والاهالي لما قروا المقاله بقى يجيبوا لي الشظايا. يا استاذ جلال الشظايا ايه وبتاع، اقول لهم انا مش انا اللي هعمله، لا انت اللي تعمله، ما حدش يعمله بره اسماعيليه. لغايه مره كان رئيس مجلس محلي الاستاذ حسين الاسود رحمه الله عليه، لقيته بيطلع لي من جيبه شظه كده، ورقه ملفوف فيها شظه صغيره، وقلت بدي، قلت له ايه ده يا استاذ؟ قال لي انا كنت واقف في البيت، ايه دي في الشيش بتاع البلكونه الخشب رشقه، فجبتها وقلت ايه دي ليك انت عشان تعمل التمثال. قلت له بس انا مش هقدر اعمله، ده عاوز امكانيات والبلد فاضيه ومفيش امكانيات والكلام ده. قال لي اللي انت عايزه اجيبه لك، التمثال ده محدش يعمله الا انت، لو حد عمله هيبقى ملوش طعم. ضربت في دماغي الفكره بظروفها. ليا صديق الله يرحمه اسمه سامي الليسي، كان عنده ورشه لحام وقافلها، فقلت له، قلت له يا سامي في كذا عايز اعمل تمثال كذا كذا. قال لي أوي، راح مرحب وراح فتح الورشه وبدانا في التمثال. جبت كوماندوز، كان في هنا شاب في المقاومه اسمه كوماندوز مشهور جدا رحمه الله عليه برضه، بيتوقفوا مانيكان، وعملنا تمثال الصمود اللي هو التمثال ده من شظايا الانابل الاسرائيليه اللي ضربونا بيها، واقف على مجموعه من الانابل بتاعتهم بيقول لهم الانابل بتاعتكم تحت رجلينا اهي، ورافع ايده بالسلاح ان احنا هنقاوم، وماسك في ايده التانيه قذيفه بيرميها تحت رجليه. ده كان رمز لصمود شعب الاسماعيليه في مواجهه العدوان الاسرائيلي. في 73 طبعا حضرت عمليه العبور واتفرجت عليها، وقواتنا بتعبر، وكانت روح معنويه مرتفعه جدا. فكلفت بعض اصحابي من الضباط والجنود وهم جايين من سينا يجمعوا لي شظايا، ففعلا جابوا لي شوية شظايا كتير جدا من الشظايا المصرية اللي ضربنا بيها خط بارليف ودمرنا قاعدة لسان التمساح دي اللي كانت بتهدد الإسماعيلية. خدت برضه جيت وجابوا لي جزء من طيارة إسرائيلية أعملها قاعدة للتمثال. برضه بالإمكانيات الموجودة رحت عامل تمثال للنصر من الشظايا المصرية اللي دمرنا بيها خط بارليف. فأصبح عندنا رمزين، رمز صمود شعب الإسماعيلية ضد العدوان الإسرائيلي، ورمز لانتصارات أكتوبر 73 وبطولة رجال قواتنا المسلحة. الرمزين دول موجودين، وكتب عنهم بقى تمثال صمود ده كتب عنه العالم كله، وإسرائيل كتبت عنه، عندي جريدة هنا اسمها جيوش كورونيكال مصوراه وكاتبة عنه، موجود في مصر التمثال، أول فكرة من نوعها في العالم. واتعمل لي حفله في سفاره فيتنام، الفيتناميين طبعا كانوا ضد الامريكان وفي مشاكل، عملوا لي دعوه ورحت السفاره في شارع مصدق في القاهره، وقالوا لي احنا كنا منبهرين ان لما بنقع طياره امريكاني بناخد الانتومانيا بتاعتها ونعمل خواتم ونياشين وبتاع. قالوا لي الشعب المصري ده شعب يعني لا يوصف في فكره وابتكاراته، التمثال بتاعك ده لازم يلف العالم، لان ضرب مفيش دولة في العالم حصلت فيها حرب وحد خلده بالخامة بتاعت الحرب نفسها، ودي أول مرة تتعمل في التاريخ، تمثال من الأنابل والشظايا بتاعت الحرب نفسها. فكانت الفكرة دي أول فكرة مصرية تطلع للعالم كله. اتعرض على حضرتك كذا مرة ان التمثال ده حد يشتريه؟ كان في هنا بوليس دولي، كان في ضابط كبير من البوليس الدولي كان معجب جدا بالتمثال، فجاء انا ما كنتش موجود، فجيت اتفرج عليه، وجاء اتكلم مع واحد كان بيترجم يعني بيتكلم، فقال له طب انا ايه عايز اعرض على صاحبه مبلغ واخده، انا مستعد ادفع 1000 جنيه استرليني اياميها، 1000 جنيه كان مبلغ كبير. فانا كنت في اجازه لما جيت، فالراجل ده بيقول لي الموضوع كذا كذا، قلت له لا، قلت له يعني، قال لي يعني
لو انت عايز تبيعه احنا اللي نلم المبلغ ونديهولك. تشوف الروح الوطنيه. قلت له لو جاب مليارات التمثال ده ما يتباعش. ده انا عامله للاسماعيليه عشان يتحط في ميدان في الاسماعيليه يعيش على مر الزمن. فجاء الضابط، جه وبعدين قابلني وبرضه اتكلمنا. اعتذرت له، قلت له مش هقدر ابيعه، ده مالوش. فقال لي انا طب ممكن اجيب الاسره واجي بتاع. لقيته جايب الاسره، صوته تقريبا كانت في مصر زياره ولا حاجه، فجاب مراته وولاده وهم وقفوا مع التمثال ومتصورين معاه. مش بس التمثالين دول حضرتك هنا في المكان، احنا شايفين حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بصمود الإسماعيلية وصلابة أهلها. هي حاجات قليله جدا من اللي انا معتز بيها، اللي انضربنا بيها. يعني الصاروخ اللي ورايا ده محرم دولي. ده الصاروخ ده بيبقى جواه حوالي 400 قنبله في حجم كره التنس كده، اسمه قنابل البلي. ده ممنوع استعماله في الحروب، لكن هم الصعيد استعملته ضد اهالينا هنا. ده انا محتفظ بيه. ودي دانة هاوزر قذيفه ايه، كدبت ما انفجرتش اياميها. دي ولا دي؟ الكبيره الاولانيه دي؟ دي ما انضربتش، ما انفجرتش. والجزء اللي جنبها ده جزء من دبابه اسرائيليه احنا دمرناها على مشارف الاسماعيليه كده. ودي قنبله 500 رطل ضربوا بيها محطه الميه ده. هنا دي بقى بقايا خفيفه غير اللي راح مني بقى كتير. كنت محتفظ بحاجات كتير قوي راحت. بعد التمثال ده حضرتك عملت أعمال فنية تانية؟ قدمت مشروع بره هنا اسمه هرم السلام العالمي. وكتبت فكرته واتنشرت في الجرايد. بس ايه، ده طبعا مشروع يعني مكلف جدا. ده انا حتى بطالب يتعمل على مستوى عالمي، مش مصر اللي تعمله لوحدها. فكرته ايه؟ ان جميع الدول اللي خاضت حروب وبتدعو للسلام، مش عدوان، تدعو للسلام من اجل شعوبها، تشترك معانا في إقامة الهرم ده. الهرم ده عبارة عن 4 أضلاع. الأربع هو بحجم الهرم الأكبر. ومفرغ من الداخل. هم 4 حيطان من الدبابات والأسلحة والمدرعات والصواريخ والحاجات دي، هتتجمع وتتلحم في بعض، هتعمل شكل الهرم. ومن جوه مفرغ وليه من ال4 جهات مداخل، وجواه برج زي برج القاهرة. البرج ده في أدوار بتلف بالكهرباء، في أسانسير تلف بالكهرباء. المشاهد يطلع يقف في الدور الأول الثاني الثالث الخامس حسب الارتفاع. وفي مطاعم وفي كافيهات، حاجة صحية عالمية. يتعمل في سينا هنا قرب الإسماعيلية، بين كوبري الجلاء بين كوبري الفردان وهنا يعني في الإسماعيلية قدامنا على بعد 7 كيلو من الإسماعيلية عند الفردان. فده لو اتعمل مشروع سياحي عالمي. بقول من قلبي. خرجت من عند أستاذ جلال وأنا بتمنى إن حلمه يتحقق، وإنه يشوف هرم السلام العالمي حقيقة على أرض الواقع. أما أنا فتمنيت حلمين. أول حلم إن الألبوم اللي إحنا اتفرجنا عليه ده يتحول لكتاب في إيد كل المصريين. أما الحلم التاني فإني أشوف فيلم وثائقي عن الأستاذ جلال، لأنه يستحق هو وغيره كتير من أبناء الإسماعيلية في المهرجان اللي بيحمل اسم الإسماعيلية، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. بتمنى يا اسماعيلية يا الهواجي، خلى الناس تشهد لجمالك. الله يزيدك زينة وخضرة بالمحبة يعلمها بك. يا اسماعيلية يا اسماعيلية يا اسماعيلية يا اسماعيلية يا اسماعيلية يا الهواجي.